كل اللي انا طلبته منك انك انت تسمعني. اسمعك ايه؟ انا بقالي ساعة ساكت وانت ما فصلتيش، عمالة تزعقي. وانا زعقت لما انت استفزتني، انا ما استفزتكيش. انت دايما بتقللي مني، انت تجاهلتني، انت اللي بدأتي الخناقة. استنى، هو مين اللي بدأ؟ الأغرب إنك لو سألت واحد فيهم الاتنين هيحكي لك القصة بطريقة تخليك مقتنع 100% إن هو الضحية. وهنا القضية بتبدأ في العيادة. من أكتر الحاجات اللي بتلفت نظري إن الزوج يحكي لي اللي حصل وأقول فعلا هو اتظلم، وبعدين أسمع الزوجة وأقول استنى، ده هي كمان اتظلمت. هل واحد فيهم ممكن يكون بيكذب؟ مش بالضرورة. المشكلة إن كل واحد شايف المشهد من الكاميرا بتاعته. الكاميرا بتاعتك بتصور حاجة كويس جدا اللي اتعمل فيك، لكن في حاجة غالبا بتطلع بره الكادر، اللي انت عملته قبلها واللي انت عملته بعدها. ودي من اخطر الحاجات اللي بتحصل في الخلافات الزوجية. انا فاكر كويس انك انت عليت صوتك عليا، لكن ما اناش فاكر بنفس الوضوح ان انا استفزيتك قبلها. انا فاكر انك انت سبتني ومشيت، لكن مش شايف اني فضلت وراك بالاهانة لحد ما انسحبت. انا فاكر الكلمة اللي جرحتني، لكن الكلمة اللي انا قلتها لك قبلها دي بالنسبة لي كان ليها مبرر. وهنا العقل بيعمل حاجة مهمة جدا، بيشرح اخطائي وبيحاكم اخطائك. انا لما ازعق اصل انت استفزتني، انت لما تزعق هو ده طبعك. انا لما اسكت انا كنت بحاول اهدى، انت لما بتسكت سكوت عقابي، انت بتعاقبني. انا لما انسى انا مضغوط، انت لما تنسى انا مش مهم عندك. شايف اللي حصل؟ انا عندي ظروف وانت عندك عيوب. ودي جملة عايزك تفتكرها لانها بتلخص خناقات كتير جدا. في علم النفس طريقة تفسيرنا لسلوك شريك حياتنا اسمها attributions. يعني ايه؟ انا مش بشوف بس انت عملت ايه، انا كمان بفسر انت عملته ليه. ومع تراكم الخلافات ممكن يحصل شيء اخطر، ابدأ اقرأ كل حاجة منك بأسوأ تفسير. سكت يبقى بتتجاهلني، سألت مالك يبقى انت بتمثل الاهتمام، جاب لي هدية اكيد عامل مصيبة، اتأخر هو اصلا ما بيحترمنيش. يعني حتى الحاجة المحايدة ممكن تبدأ تتلون باللون الاسود. وده قريب جدا من اللي اتوصف في ابحاث العلاقات باسم النيجاتيف سنتمنت اوفررايت. ببساطة شديدة العلاقة بقى عليها فلتر اسود، مش بس شايف غلطك، انا بقيت كمان متوقعه. وبالتالي حتى لما انت بتعمل حاجة كويسة ممكن افسرها ضدك. وهنا الخناقة ما بقتش ايه اللي حصل، الخناقة بقت انت مين اصلا. انت اناني، انت نكدية، انت بارد، انت متحكمة. وخد بالك، اول ما نهاجم الشخصية بدل ما نهاجم السلوك الاصلاح بيكون اصعب جدا. لان في فرق ما بين انت اتأخرت وما طمنتنيش وبين انت عمرك ما احترمتني. الاولى مشكلة ممكن نحلها، التانية حكم على انسان. طيب نخرج من المحكمة دي ازاي؟ عندي ليك 3 اسئلة. قبل ما تقول هو السبب اسأل نفسك السؤال الاول، انا عملت ايه قبل رد فعله مباشرة؟ مش من اسبوع ولا من سنة، ال30 ثانية اللي قبلها كنت بتتكلم ازاي؟ نبرة صوتك كانت عاملة ازاي؟ قلت ايه؟ لان احيانا انت مش مسؤول عن تصرف شريك حياتك، لكن انت جزء من الحلقة اللي صنعت الخناقة. السؤال التاني، لو انت شلت النية من القصة هو ايه اللي حصل فعلا؟ بدل ما هي كانت عايزة تستفزني قول هي قالت الجملة ديت. بدل ما هو كان عايز يذلني قول هو سكت وما ردش عليا. افصل الحدث عن تفسيرك للحدث، لانك مش بتقرأ النوايا. السؤال الثالث وده الأصعب، ايه نصيبي من المشكلة؟ مش انا الغلطان، لا، ممكن تكون مظلوم وبرضه عندك 10% من المشكلة. واحيانا ال10% بتوعك هم الحاجة الوحيدة اللي تقدر تغيرها. ودي نقطة علاجية مهمة جدا. مش مطلوب منك تعترف بذنب مش ذنبك، ولا تتنازل عن حقك، ولا نقول ان كل مشكلة فيها الطرفين متساويين، خصوصا لو في عنف او في اكراه او في اهانة مستمرة او خيانة او اساءة. هنا المسؤوليات مش متساوية. لكن في الخلافات الزوجية العادية لو كل واحد دخل الجلسة عشان يثبت ان التاني هو المشكلة، الجلسة هتتحول لمحكمة. وانا كطبيب مش دوري ان انا اطلع حكم مين اللي كسب، دوري اسأل هي الدايرة اللي بتتكرر ما بينكم هي تنتقد
هو يدافع، هي تحس ان هو مش سامعها، فهو يحس ان هو متهم فينسحب، هي تشوف انسحابه دليل ان هو مش مهتم فتهاجم اكتر، وهو يشوف هجومها ده دليل ان احنا مستحيل ان احنا نتفاهم فينسحب اكتر. طيب هو مين اللي بدأ؟ وبعد فترة السؤال نفسه ما بيبقاش مهم، لأنهم الاتنين بقوا جوه الدايرة، كل واحد فيهم بيعمل للتاني الحاجة اللي بتطلع أسوأ ما فيه. عشان كده بدل السؤال مين السبب، اسأل احنا دخلنا الدايرة دي ازاي وازاي نوقفها. ودي النقلة من عقلية المحكمة لعقلية الترميم. ومن المعاني العظيمة جدا في القرآن الكريم ولا تنسوا الفضل بينكم، مش معناها انك انت تنكر الظلم ولا تسكت على الغلط، لكن وسط الغضب ما تختصرش انسان عشت معاه سنين في اسوأ موقف عمله. لان الغضب عنده مشكلة ان هو بيكبر الاساءة ويصغر التاريخ اللي ما بينكم، والبيت محتاج عدل حتى وانت زعلان. طيب والحل يا دكتور؟ قبل الخناقة الجاية 3 حاجات. اوصف السلوك وما تحكمش على الشخص، اتأخرت مش انت مهمل. اسأل عن النية ما تقترحهاش، انت قصدك ايه مش انت عارف انت بتعمل كده ليه. املك الجزء بتاعك حتى لو كان صغير، انا اللي اتوجعت من اللي انت عملته، بس انا كمان ما كانش ينفع اقول لك كذا. الجملة دي مش بتضعف موقفك، الجملة دي بتخرجك من دور الضحية وتدخلك دور الإنسان الناضج. ودلوقتي جه ميعادنا مع قانون ترميم البيوت رقم 6. ما تدخلش الخلاف عشان تثبت مين المظلوم ولا مين الظالم، ادخلوا عشان تعرف ايه اللي بيحصل ما بينكم. لان طول ما كل واحد مستني المحكمة تحكم له، البيت كله هيخسر القضية. لكن استنى، لو انا فهمت دوري وعرفت غلطتي وانت كمان عرفت غلطتك، ليه برضو بنرجع بعد اسبوع ونعمل نفس الخناقة، نفس الجملة، نفس الرد، نفس الانسحاب، واحيانا بنكون عارفين النهاية قبل ما بنبدأ؟ ليه 2 أذكياء بيكرروا نفس السيناريو عشرات المرات وكل مرة يتوقعوا نهاية مختلفة؟ هنا بقى احنا ما احناش قدام خناقة، احنا قدام نمط. الملف القادم الملف رقم 7. ليه بنعيد نفس الخناقة حتى واحنا حافظين نهايتها؟ الملف اتقفل لكن القضية لسه ما انتهتش. أشوفكم في الملف القادم من ترميم البيوت، لماذا نؤذي من نحب.